تخيل معايا كده صحيت الصبح لقيت حسابك البنكي اتصفر، بيانات شركتك كلها اتسرقت واتنشرت على الانترنت، او يمكن شبكة الكهرباء كلها في بلدك وقعت. اول سؤال هيجي في بالك هو مين اللي عمل كده، او ايه اللي بيحصل؟ وليه دايما اول ما نسمع كلمة اختراق او يحصل حاجة مشكلة عالمية بيجي في دماغنا دولة زي روسيا؟ هل ده مجرد كلام بسبب افلام هوليود اللي اتربينا عليها واللي بنسمعها بقالنا فترة طويلة جدا، ولا في سبب ان اغلب الهاكرز والمصايب اللي بنسمع عنها حوالين العالم بيكون وراها روسيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهاردة على القناة. بصراحة كده الإجابة مش أبيض وأسود. لما بنقول كلمة هاكر روسي مش معناها إن كل الروس هاكرز، لكن التقارير والأرقام اللي بتطلعها شركات كبيرة جدا زي مايكروسوفت وكراود سترايك حتى الاف بي اي بتأكد حاجة واحدة بس، إن روسيا ومعاها دول تانية زي الصين وكوريا الشمالية يعتبروا من أخطر مصادر الهجمات السيبرانية والمشاكل السيبرانية اللي حوالين العالم. وخلي بالك إن الموضوع مش مجرد عدد، ده تأثير ونوعية. يعني أنت ممكن تلاقي هجمات كتيرة بس ملهاش أي لازمة، بس لما تيجي تدور على الهجمات اللي بتسبب خسائر، بتستهدف البنية التحتية للدول أو بتسرق معلومات استخباراتية مهمة جدا، هنا اسم روسيا لازم يكون موجود وبقوة. يعني ممكن نقول ان اسم روسيا بقى علامة تجارية مسجلة للجودة، بس جودة في الشر والمصايب اللي بتحصل في الدول. طيب الكلام ده كله بيولد عندنا سؤال مهم جدا، اشمعنى الروس؟ ايه هو السر؟ هل الروسيين بيتولدوا بشريحة هاكر في دماغهم؟ وطبعا من غير ما اقول لك اكيد لا، بس الفكرة في المدرسة، الفكرة في التنشئة من الاول. في روسيا في نظام تعليم اسمه انفورماتكس او علم المعلوماتية، ده مش مجرد حصة كمبيوتر بنتعلم فيها الوورد والاكسل، لا طبعا، ده منهج بيبدأ من المرحلة الابتدائية والاعدادية، بيركز على علوم الحاسوب والخوارزميات والرياضة البحتة بشكل مكثف جدا. تخيل ان الطالب الروسي وهو لسه عيل صغير بيتعلم ازاي يحل مشاكل وبيحل بروبلم سولفنج باستخدام الخوارزميات من وهو لسه صغير. في دراسة عرفنا ان عدد الطلاب الروسيين اللي بياخدوا امتحانات متقدمة في علوم الحاسب يعتبر ضعف عدد الامريكيين. والفكرة برضو مش في الكم، الفكرة هنا في الكيف. التعليم الروسي بيوضح او بيعلم الطفل ازاي تستخدم الحاجة دي من جوه، ازاي تتعلم هي ازاي بتشتغل، مش مجرد ان انت بتستخدمها، مش مجرد ازاي تتعلم تستخدمها. وده بيخلق جيل عنده قدرة تحليلية وتفكير منطقي، وده بالظبط اللي الهاكر المحترف عاوزه. سنة 1971 حصلت النقطة الفاصلة او الحاجة المهمة جدا اللي قلبت الموازين دي كلها، سقوط الاتحاد السوفيتي. دولة عظيمة جدا او كبيرة جدا انهارت، الاقتصاد وقع والعلماء مش لاقيين حتى ياكلوا. المهندسين والمبرمجين اللي كانوا شغالين في مشاريع كبيرة جدا تبع الدولة في لحظة واحدة لقوا نفسهم في الشارع من غير شغل ومن غير مرتبات. تخيل انك عبقري في مجالك بس مفيش مكان، مفيش شغل، مفيش فلوس تاكلك انت واهلك. وهنا بقى بيظهر مبدأ الجوع كافر. الادوات والمهارات اللي انت كنت بتستخدمها عشان تقوم بيها الدولة هيبدأ يتم استخدامها في حاجات ضد القانون. ناس عندها قدرات خارقة في الرياضيات والبرمجة لقوا ان اسهل طريقة يقدروا يعملوا بيها فلوس هي الاختراق والابتزاز وسرقة البيانات، وبدل ما يبقوا الناس دي هي اللي كانت بتبني، الناس دي هي اللي بقت بتدمر. هيجي في بالك سؤال حلو قوي، طب هي فين الحكومة من اللي بيحصل ده كله؟ الحكومة الروسية موقفها ايه من الكلام ده كله؟ وهنا بيكون في قاعدة ذهبية، بما ان الهاكر ده مش بيستغل او مش بيستهدف حاجات جوه روسيا فهو براحته، كانهم بيقولوا له اعمل اللي انت عاوزه بس بعيد عننا. وخلي بالك ان في تقارير كانت بتقول ان الهاكرز دول اصلا كان بيتم تجنيدهم او بيشتغلوا كوكلاء للاستخبارات الروسيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقوموا بعمليات تجسس وتخريب نيابه عن الدوله، وده بيخلي روسيا بتستفيد بمهاراتهم بس من غير ما تتورط بشكل رسمي. وكمان الدستور الروسي بيساعدهم، الدستور الروسي بيمنع تسليم اي مواطن روسي لدوله اجنبيه، وده بدوره بيوفر حمايه اضافيه للهاكر من ان هو يخاف من المقاضاه الدوليه. على مر السنين ظهرت مجموعات هاكر روسية كتير، بعضها إجرامي بحت وبعضها مرتبط بشكل أو بآخر بالدولة. يمكن أشهرهم فانسي بير أو APT 28، ودي مجموعة بيعتقد إنها مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، ويعتبر هي اللي كانت ورا اختراق اللجنة الديمقراطية الوطنية اللي في أمريكا في 2016. وفي كمان كوزي بير أو APT 29، ودي برضه بيعتقد إنها مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية. ومين ينسى ساند وورم اللي كانت ورا هجمات مدمرة على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، وفيروس نوت بيتيا اللي سبب خسائر بمليارات الدولارات حوالين العالم كله. دي كلها اسماء وحوادث بتبين لنا ان الهاكرز الروس مش مجرد افراد لوحدهم، دول كيانات منظمه وقويه. بس هل روسيا هي الوحيده في الساحه او هي المسيطره على السوق للهاكرز في العالم؟ طبعا لا، في ناس تانية اقوياء برضه. عندك الصين مثلا بتركز اكتر على التجسس الصناعي وسرقه الملكيه الفكريه، يعني هدفها انها تاخد اسرار الشركات الكبيره والتكنولوجيا بتاعت الدول المتقدمه. عندك برضه كوريا الشماليه، بس دي تخصصها سرقه الفلوس، بتستهدف البنوك، شركات العملات الرقميه
الرقمية عشان تمول البرنامج النووي بتاعها. كل دولة ليها بصمتها وهدفها، لكن روسيا تعتبر هي الجوكر، بتجمع الكلام ده كله عندها. تجسس سياسي، تخريب، جرائم مالية معقدة، وده بيخلي اسمها مرتبط بأكبر الهجمات. بس مش عشان هي الأقوى في كل حاجة، لكن عشان هي الأبرز والأكثر تنوع في أساليبها وأهدافها. في النهاية الموضوع مش مجرد جينات ولا صدفة، الموضوع مزيج معقد من تعليم قوي جدا بيركز على أساسيات علوم الكمبيوتر بالرياضة، وظروف اقتصادية صعبة خلقت دافع قوي لاستغلال المهارات دي. السياسة حكومية عاملة نفسها مش واخدة بالها من اللي بيحصل ده كله، وده طبعا بيخدم مصالحها بشكل او باخر. الهاكرز مش كلهم اشرار، في منهم بيشتغلوا مهندسين امن في شركات امن سيبراني محترمه جدا. لكن الظاهره دي بتورينا قد ايه ان العلم ممكن يكون سلاح ذو حدين، ممكن تبني بيه وممكن تدمر بيه. المهم يكون عندنا الوعي الكافي للتهديدات دي عشان نعرف نحمي نفسنا. انت ايه رايك في الظاهره دي؟ وهل ممكن في شركات في المستقبل او دول في المستقبل يكون عندها نفس التاثير ده؟ سيب لي رايك في الكومنتات تحت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان تشوف فيديوهات اكتر عن عالم الامن السيبراني. اشوفكم الفيديو جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.